عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح بسرعة وناس تانية بتلف في نفس الدايرة سنين؟ ليه في واحد بيبدأ من الصفر ويصنع إمبراطورية وفي واحد تاني عنده كل الإمكانيات بس واقف مكانه؟ الفرق مش في المهارات، الفرق في طريقة التفكير، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد جعود وأنت بتتفرج على دروب إكس. عزيزي المشاهد، خليني أسألك كام سؤال على السريع. كم مرة قلت لنفسك هبدأ من بكرة وما بدأتش؟ أو كم مرة فضلت تتفرج على فيديوهات من غير ما تعمل حاجة؟ أو كم مرة بدأت تتفرج على كورس وما كملتش؟ الحقيقة يا عزيزي مشكلتك مش في الكسل، مشكلتك في طريقة التفكير. أنت عايش في دايرة مغلقة بتلف فيها باستمرار، وللأسف بترجع لنفس النقطة، نفس الأفكار، نفس القرارات، نفس النتائج. لأن بحسب بحث علمي عملته جامعة ستانفورد لو إن 95% من حياتنا اليومية هي مجرد إعادة تكرار للإدراك والقرارات اللي خدناها قبل كده. يعني لو بتفكر بنفس الطريقة مستحيل تتغير. وزي ما قال الفيلسوف الأمريكي جيم روهان، أفكارك هي البداية وكل حاجة في حياتك هي النتيجة. طيب يا أحمد، إيه علاقة الأفكار بكل ده؟ بسيطة جدا. شوف يا عزيزي، الفيلسوف الإغريقي بكتيتوس قال جملة عظيمة جدا: الناس لا تضطرب بالأشياء بل بوجهات نظرهم عن الأشياء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المشكلة مش في الظروف نفسها، المشكلة في طريقة إدراكك وتفسيرك للظروف دي. فلو أنت مبرمج دماغك على الفشل، عقلك هيدور على دلائل للفشل، ولو مبرمجه على النجاح هيدور على فرص للنجاح. تفتكر ليه في ناس بتلاقي فرص في الأزمات وناس تاني بتشوف إن الأزمات نهاية العالم؟ لأن الأولاني عقله مبرمج على البحث والحلول، والتاني مبرمج على اليأس والإحباط. وعلشان كده لازم تسأل نفسك سؤال مهم: هل طريقة تفكيرك بتساعدك ولا بتعطلك؟ لأنك لازم تعرف إن تفكيرك ده ممكن يكون السبب الرئيسي في نجاحك أو فشلك، لأن في أوقات كتير أكبر عائق في طريقك مش الظروف بل عقلك نفسه. عايز دليل؟ في سنة 1954 الرياضي روجر بانستر كان أول واحد يجري الميل في أقل من 4 دقايق، وكل علماء الرياضة قالوا مستحيل. الراجل شاف إن المستحيل ممكن وتحدى دماغه إنه يكسب، وفعلا قطع الميل في زمن 3:59.4 ثانية. الله، إزاي ده يا جعود؟ لأن بانستر كسر حاجز التفكير مش حاجز السرعة. والغريب إن بعده بأقل من شهرين واحد تاني كسر الرقم ده، وبعد كده الآلاف من الناس. والدرس هنا هو إن الواقع بيتغير لما العقل يقرر. ونفس الحكاية بتحصل معنا كل يوم بس في الاتجاه المعاكس. بتصحى تقول أنا متأخر كالعادة وفعلا تتأخر، بتقول مفيش شغل كويس في البلد ولسه قاعد على القهوة. تفكيرك هو اللي بيبرمج نتائجك، ولو فضلت على نفس الموجة السلبية الفشل دايما هيكون النتيجة الطبيعية. وعلشان أثبت لك صحة كلامي ده هقول لك على قصة حقيقية من أرض الواقع. تخيل معي في يوم من الأيام لو اتسجنت واتحبست في زنزانة ضيقة بعيد عن كل حاجة تعرفها، ايه اول حاجة هتفكر فيها؟ غالبا هتقول خلاص حياتي انتهت، مفيش امل، مفيش مخرج، كل حاجة وقفت. وده رد الفعل الطبيعي، وانا شخصيا يمكن اكون اول واحد يقول كده. لكن لو قلت لك ان في شخص عاش الحياة دي فعلا وقعد اكتر من 20 سنة في زنزانة انفرادية، وبدل ما يشوف سجنه كنهاية شافه كبداية جديدة، شاف ان الزنزانة فرصة يتعلم فيها، يفكر فيها ويكتب تاريخه بايده. تفكيره ده هو اللي خلاه يخرج مش بس حر، ده خرج وبقى نيلسون مانديلا، رئيس جنوب افريقيا ورمز عالمي للحرية. الزنزانة واحدة بس العقل هو اللي بيفرق. خليني اسألك سؤال: ليه في ناس بتتولد في نفس الظروف، نفس البلد، نفس الامكانيات، واحد يطلع ستيف جوبز والتاني يفضل طول عمره بينهم الظروف؟ الاجابة في كلمة واحدة بس: التفكير. وعلشان كده لازم تكون عارف ومتأكد ان كل فشل او نجاح في حياتك بدأ بفكرة. لأن ستيف جوبز قال أعظم الأشياء بدأت بفكرة صغيرة. لكن العكس صحيح برضه، وهو إن الفشل بيبدأ بفكرة سلبية أو طريقة تفكير غلط. عايزك تتخيل عقلك زي الأرض الزراعية، لو زرعت خوف وشك هتحصد فشل، ولو زرعت أمل وتخطيط هتحصد نجاح. لكن كتير من الناس بتعيش في دائرة التفكير السلبي، زي أنا مش قدها، أنا مش مستعد، أو النجاح مش ليا. وده اللي بيخليك تأجل، تخاف وتفشل في النهاية. وده مش كلامي، ده مثبت في دراسة عملتها جامعة ستانفورد على 168 طالب، اللي اكتشفوا فيها ان طريقه التفكير هي العامل الاساسي في التفوق الدراسي والنجاح المهني. وده اللي اكده الدكتور مايكل مرزنك، واحد من رواد علم اقراها انت براحتك، لما اكتشف ان دماغك بتعيد تشكيل نفسها كل يوم بناء على افكارك المتكرره. يعني ببساطه لو بتفكر في الفشل دماغك بتبرمج نفسها على الفشل، ولو بدات تفكر في النجاح هتبدا تبني المسارات العصبيه اللي توصلك ليه. وعلشان كده مهم جدا انك تعرف الحقائق دي من دراسه عملتها MIT سنه 2020، وهي ان 70% من قراراتنا بتتخذ في اول 2 من 10 ثانيه، 95% من سلوكنا اليومي عادات تلقائيه، و80% من الافكار دي سلبيه. يعني ببساطه انت ماشي على اوتوماتيك مبرمج على الفشل، وبتعيد نفس الهم تاني وثالث ورابع. هو الموضوع صعب للدرجه دي يا جعود؟ لا مش صعب ولا حاجه، بس محتاج منك تركز في اللي جاي. بعد ما عرفت كل ده في حاجه مهمه لازم تعرفها، وهي ان في 3 انواع رئيسيه من التفكير، وكل واحد فينا عنده نوع مهيمن عليه اكتر من الباقي. خلينا اشرحهم لك وشوف نفسك في انهي نوع. النوع الاول التفكير العاطفي emotional thinking، زي لما تقول لنفسك انا حاسس اني فاشل يبقى اكيد انا فعلا فاشل. وده النوع اللي بيسيب مشاعره تسوقه بدل ما هو يسوقها.
فخدها نصيحة مني، المشاعر مش دايما بتقول الحقيقة، هي بس بتوصف انت حاسس بايه مش انت مين. تاني نوع هو التفكير التلقائي السلبي Negative Automatic Thinking، وده تفكير مزروع فيك من سنين عن طريق التربية، المجتمع والتجارب القديمة، وبيقول لك تلقائيا مش هتنجح، الناس هتضحك عليك، خليك في المضمون. فانت اسأل نفسك هل ده حقيقي ولا بس انا خايف. ثالث نوع هو التفكير التحليلي Analytical Thinking، وده النوع اللي بيفكر بهدوء، يسأل، يحلل ويشوف الصورة كاملة قبل ما يقرر. ما بيقولش انا فاشل، بيسأل ايه الخطوات اللي عملتها، فين الخلل، ايه اللي ممكن اتعلمه علشان اتحسن. وده تفكير الاشخاص الاذكياء واصحاب الانجازات. وعلشان كده بعد ما عرفت انواع التفكير لازم اقول لك حاجه مهمه جدا، الموضوع مش بس انت بتفكر ازاي، الموضوع كمان عقليتك نفسها متبرمجه على ايه. الباحثه كارل دويك من جامعه ستانفورد عملت دراسه مهمه جدا اسمها مايند سيت، وبالمناسبه ده عنوان كتابها كمان. كارل قسمت الناس لنوعين، فيكسد مايند سيت العقليه الثابته، اصحابها بيشوفوا نفسهم محدودين، لو فشل مره خلاص بيقتنع انه هو فاشل ومش هيتغير. وجروث مايند سيت هم اصحاب العقليه الناميه، بيشوفوا ان الفشل مجرد تجربه تعليميه، بيقوموا بيتعلموا وبيكملوا. والنتيجه كانت ان الناس اللي عقليتها ناميه مش بس نجحوا، دول اتطوروا اسرع ووصلوا لاهدافهم حتى لو كانوا اضعف من غيرهم في البدايه. يعني ببساطه طريقه تفكيرك هي الفلتر اللي بتشوف بيه الحياه، يا يخليها واضحه زي الشمس يا يدمرها تماما. بس كده يا قعود؟ لا استنى لسه، ده انا جايب لغم من اللي جوه دماغك. اسمع الجملتين دول وقول لي بتحس بايه. انا مش كويس في اللغه الانجليزيه، انا لسه ما اتعلمتش اللغه الانجليزيه كويس. حاسس بالفرق؟ الفرق في الجملتين هي كلمه واحده بس، لسه. حرفين لكن بيغيروا النهايه تماما. وده مثال بسيط على قوه الكلمات اللي بتستخدمها مع نفسك. الكلمه الصغيره دي بتكشف نوع تفكيرك، هل انت من الناس اللي شايفه نفسها محبوسه في اطار ثابت، ولا من الناس اللي شايفه نفسها لسه في طريق تعلم وتطور. طيب يا احمد انا دلوقتي فهمت وعرفت انواع التفكير، اعمل ايه؟ ازاي اغير التفكير ده اللي قاعد معي سنين؟ ده الموضوع طلع صعب، هو فعلا محتاج مجهود بس النتائج تستاهل. علشان كده في الخطوات اللي جايه هقول لك ازاي تعيد برمجه دماغك وتفكر بشكل صحيح. علشان تغير طريقة تفكيرك فانت لازم تمشي على 7 خطوات. الخطوة الأولى وهي إعادة صياغة الأفكار ريفريمينج، وهي إنك تغير الطريقة اللي بتشوف بها الحدث من زاوية سلبية لزاوية أكتر واقعية وإيجابية. بدل ما تقول أنا فشلت في البيزنس، قول أنا دفعت 8 كورس عملي في ريادة الأعمال واللي اتعلمته مش هتعلمه في أي جامعة. اللي حصل ما اختلفش لكن طريقة تفسيرك اللي اختلفت، وده بيغير إحساسك ويخليك تكمل بدل ما تستسلم. والخطوة الثانية هي إنك تراقب أفكارك، كل يوم خد دقيقتين وسجل 3 أفكار عن نفسك أو مستقبلك، وكل ما تيجي فكرة في دماغك سجلها واحفظها. هتتفاجئ ان اغلبها سلبي ومبني على خوف او تخمين. ليه؟ لان عقلنا الباطن بيحب منطقه الراحه ومقاوم لاي تغيير، ولما تسجل افكارك بتطلعها من عقلك وتخليها كام ملموس تقدر تتعامل معاه. وممكن تستخدم ادوات زي نوشن او جوجل كيب في التدوين والكتابه اليوميه. الخطوه الثالثه بدل الفكره السلبيه بفكره منطقيه Cognitive Restructuring. ازاي؟ ما انا هقول لك ازاي. وده عباره عن حاجه اسمها تاثير النبوه الذاتيه Self Fulfilling Prophecy، وهي ان عقلك الباطن بيصدق كل حاجه بتقولها لنفسك وبيشتغل علشان يحققها. لو قلت كل يوم الانجليزيه عمري ما هتعلمها، عقلك هيصدق وهيبدا يخلق الفشل اللي بتتوقعه. لكن الحل بسيط وهو انك تعكس التاثير ده، وهي انك تبدل الجمله ب انا لسه بتعلم الانجليزيه وكل يوم بتحسن حتى لو خطوه بسيطه. لان في دراسات كتير بتقول انك لو ركزت على الايجابيات كل يوم ولمده 21 يوم متتاليه، دماغك بيخلق انماط عصبيه جديده تشوف بها فرص بدل العقبات. وخدها من قعود، مش لازم تكون إيجابي طول الوقت، بس لازم تكون واقعي. كفاية إنك تبطل تفكيرك السلبي. والخطوة الثالثة وهي إنك تتحدى أفكارك، وهي إن كل فكرة سلبية أو هدامة كتبتها ابدأ استجوبها. اسأل نفسك وقول إيه الدليل على صحة الفكرة دي؟ وهل دي مبنية على تجربة ولا توقعات؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو الفكرة دي صحيحة؟ وهل أقدر أتعامل معاها؟ هل في طريقة تانية أبص بيها للموقف ده؟ وده تطبيق لمبادئ علاج السلوك المعرفي CBT، وهو اختصار لكلمة Cognitive Behavioral Therapy أو التعرف على الأخطاء الإدراكية. وهنا بنستخدم المبادئ دي علشان تعرف الافكار دي حقيقيه ولا مجرد خوف، وهدفها تعلمك ازاي تغير انماط تفكيرك المدمره، لان كتير من افكارنا هي مجرد اخطاء ادراكيه. طيب ايه هي الاخطاء الادراكيه؟ زي التفكير الابيض والاسود، يا اما انجح نجاح كامل يا اما ابقى فاشل. وزي التعميم الزايد، وهو انك تاخد موقف واحد سلبي وتحكم بيه على حياتك كلها، زي انك تقول انا فشلت في مشروع يبقى انا فاشل في كل حاجه. او زي تصفيه الايجابيات، وهي انك تتجاهل كل الانجازات اللي عملتها وتركز على غلطه واحده كانها كل القصه، زي مثلا تقول انجزت كتير بس فشلت في نقطه واحده يبقى اللي عملته ملوش معنى. او الاستنتاج العاطفي Emotional Reasoning، وهو انك تبني حكم على نفسك او حياتك بمجرد انك حاسس بشيء سلبي، زي انك تقول لنفسك انا حاسس اني غبي يبقى اكيد انا فعلا غبي، بس الحقيقه المشاعر دي مؤقته مش حقائق. او زي اللوم المفرط، وهو انك تلوم نفسك على كل حاجه حتى لو ما كنتش السبب. لو ما قلتش الكلمه دي كان كل حاجه بقت تمام، اكيد انا السبب. فسؤالي ليك هنا يا عزيزي هو ايه الفكره السلبيه اللي دايما بتقولها لنفسك؟ وفكر ازاي ممكن تعكسها لفكره ايجابيه. والخطوه الرابعه وهي انك تسال نفسك اسئله ذكيه، وخلي ده مبدا اساسي عندك، وهو ان العقل بيجاوب على الاسئله اللي بتسالها ليه. فلو سالت ليه انا فاشل
هيجيب لك كل اسباب الفشل ويحطها فوق دماغك. لكن لو سألت ازاي اقدر اتحسن، هيدور على الحل علشان يرتاح منك. فانت اسأل نفسك دايما اسئلة زي ايه اول خطوة بسيطة ممكن ابدأ بيها، ايه المهارة اللي محتاج اتعلمها النهاردة، ازاي انظم وقتي باحسن شكل، لو حملت كورس جديد هيكون عن ايه. الخطوة الخامسة وهي وضع اهداف صغيرة، مايكرو جولز، وهي بدل ما تقول هقرا كتاب كل اسبوع، ابدأ بهقرا صفحة واحدة في اليوم. ليه؟ لأن الأهداف الصغيرة بتخليك تحس بالإنجاز وبتغير طريقة تفكيرك من مش هعرف لأنا بتقدم. وبحسب دراسة عملتها صحيفة جورنال اوف ابلايد سايكولوجي في 2019، وهي إن كل مرة بتحقق فيها هدف بسيط دماغك بيفرز هرمون الدوبامين، والهرمون ده هو اللي بيخليك تحس بالحماس وتكمل. الخطوة السادسة والأخيرة وهي البحث عن مجتمع داعم. إزاي يا قعود؟ أنا لو عايز أتعلم المونتاج خلاص أدور على الجروبات الخاصة بمجال المونتاج. ليه؟ لأن وجودك وسط ناس زيك أو سابقينك بخطوة بيديك دفعة معنوية، أفكار عملية، وبيخليك تحس إنك مش لوحدك. في النهاية العقل هو أغلى حاجة بتمتلكها، فما تحكمش عليه بالسجن المؤبد داخل دائرة الفشل. لكن بهدوء وبدون خجل خليني أقول لك حاجة مهمة، أحيانا الخوف هو الحافز الأقوى من الحلم. يعني يا قعود، لما تتخيل نفسك بعد 5 أو 10 سنين وأنت لسه في مكانك، لا عندك مهارة ولا شغل ولا هدف، وقتها الخوف هيشغلك أكتر من الأمل، وساعتها عقلك هيبدأ يتحرك. وده اسمه fear visualization، وهو التصور العقلي للخوف، وهو اسلوب علاجي معروف في علم النفس، وده مهمته تحفيز العقل على اتخاذ قرارات حقيقيه بدل ما يفضل في دوامه التردد والتاجيل. طب ازاي تطبقه؟ ببساطه خصص لنفسك 5 دقائق يوميا، واقعد في مكان هادي وابدا اتخيل لو فضلت بنفس الطريقه دي بعد 5 أو 10 سنين اكون ايه ووين. هل ده المكان اللي انا عايزه؟ الفكره مش تخويف، الفكره انك تصحي نفسك، لان الخوف اوقات بيكون جرس انذار، مش علشان تهرب لكن علشان تبدا تتحرك، وعلشان ما تفضلش مكانك بعد ما شفت الواقع اللي ممكن توصل له لو فضلت زي ما انت. جه وقت انك تتحرك. لو عايز تغير طريقة تفكيرك فعلا فانت لازم تبدأ بتغيير اسلوب حياتك، وعلشان كده هنصحك نصيحتين. الاولى، غير روتينك مش حلمك. اسمعني كويس، تفكيرك مش هيتغير لو يومك لسه زي ما هو، لانك كده بتلف في انفينيتي لوب، وعلشان تغير يومك فانت لازم تعرف بتستهلكه في ايه. فاسمح لي اشخص نظامك الحالي بسرعه. كل يوم بتعمل ايه؟ تصحى متاخر، تتفرج على فيديوهات عشوائيه، تقارن نفسك بالاخرين، او تخرج مع اصحابك علشان تهرب من الواقع. وده اللي الاغلب بيعمله وبيستغرب ليه حياته ما بتتغيرش. وعلشان كده لازم تغير نظامك بالكامل، لانك لو استمريت على النظام اللي ماشي عليه عمرك ما هتتغير. مش لازم تبدا بحاجه كبيره، ابدا بعاده صغيره بس ثابته. ونصيحه مني، قبل ما تنام اكتب 3 مهام بسيطه لليوم اللي جاي، حتى لو كانت هقرا صفحه في اليوم، هتمرن 10 دقائق، هسمع بودكاست مفيد، لانك لما تغير يومك تفكيرك هيتغير تلقائيا. والنصيحه الثانيه هي غير محيطك يتغير تفكيرك. تفكيرك مش بيجي من الفراغ، بيجي من اللي بتسمعه، اللي بتشوفه، والناس اللي بتقعد معاهم. لو دايما حواليك ناس سلبيه بتشتكي محبطه، طبيعي تبقى زيهم. ولو كل المحتوى اللي بتتابعه بيزود احباط، يبقى لازم توقف وتراجع نفسك. فانت لو عايز تغير تفكيرك لازم تغير بيئه افكارك. دور على الناس اللي بتلهمك، اللي بتشوف فيهم نموذج للنجاح، اسمع بودكاست او اقرا كتب بتفتح دماغك. عايزك تفكر دايما، هل البيئه اللي حواليك بتغذيك ولا بتستهلكك؟ الموضوع مش صعب، بس محتاج منك قرار واستمرارية. انت مش هتغير طريقة تفكير عمرها سنين في يوم وليلة، الموضوع رحلة، لكن كل خطوة فيها هي اللي تخليك اقرب للاصدار الافضل منك. بعد ما غيرت روتينك وبنيت محيط صحي حواليك، جه وقت تسأل نفسك سؤال مهم. تحدياتك هل هي فعلا مشكلة ولا ممكن تكون فرصة؟ انا عارف ان كتير منكم بيواجه تحديات زي عدم الوقت الكافي، عدم وجود المال الكافي، التشتت في المصادر الكتيرة، او الخوف من الفشل. بس خليني اقول لك حاجة مهمة، كل تحدي من دول هو في الحقيقة فرصة متخفية. مفيش وقت، ده بيدربك على التركيز وتحديد الاولويات. يعني بدل ما تضيع يومك في تفاصيل كتير، ركز في ساعتين بس على حاجة واحدة توصلك لهدفك. مفيش فلوس كفاية، ده بيخليك مبدع. الناس اللي بتبدأ من تحت الصفر هم اللي بيلاقوا حلول عبقرية ومنخفضة التكلفة، وده اللي بنحاول نساعدك فيه من خلال أدوات وكورسات مجانية زي اللي هنوفرها لك على دروب إكس. مشتت ممتاز، ده هيعرفك على مصادر ومعلومات ما كنتش متخيلها، وكمان بيخليك تتعلم وتعرف المصدر الصح وتلتزم بيه، ودي مهارة في حد ذاتها. خايف تفشل؟ خلينا افكرك، الخوف من الفشل هو اكبر كذبه ممكن عقلك يضحك عليك بيها. الفشل مش نهايه الطريق، الفشل هو مجرد خطوه تعليميه. الفشل هو المدرسه اللي بتعلمك الطرق اللي ما تنفعش علشان توصل للطريق اللي تنجح. توماس اديسون فشل اكتر من 1000 مره قبل ما يخترع المصباح. هل حد فكر يعد كم مره فشل؟ لا، كل اللي الناس فاكراه ان هو اللي انار العالم. يا صاحبي، انت بتروح وبتسمع كورسات وما بتخلصش ولا واحد علشان طريقه تفكيرك مش مبنيه على الاستمراريه. مش لاقي حد يوجهك؟ انا هنا. مش لاقي ادوات مناسبه؟ انا هوفرها لك. كل نقطه الم عندك علاجها وحلها عندي، بس الحل الحقيقي بيبدا من دماغك. لو فضلت تفكر بنفس الطريقه هتاخد نفس النتائج. تغيير التفكير ده هو الحل والمفتاح السحري لكل ابواب النجاح. بس كده يا قعود، التغيير مش صعب بس محتاج وعي. عقلك زي عضله، كل ما تمرنها كل ما تقوى، وكل ما وعيت لافكارك كل ما بقيت حر منها. وقبل ما تقفل عندي ليك مهمه بسيطه، ابدا من النهارده بسؤال واحد: لو أنا شخص ناجح تفكيري هيكون عامل إزاي؟ جاوب عليه وعيش بيه. وفي النهاية عايزك تعرف إنك مش ضحية لظروفك، أنت صانع مستقبلك. الأفكار اللي بتدخلها دماغك هي اللي بتحدد مسار حياتك بالكامل. لو عايز توصل للشهرة
للتأثير، للتطوير، للمال، للاحتراف. كل ده بيبدأ من هنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وسيب لي في التعليقات ايه اكتر فكرة سلبية بتجيلك وازاي هتتحدى نفسك انك تغيرها، واشوفكم في فيديو جديد.